يا مساء الجمال على أحلى متابعين في الدنيا عشاق المكرونة. هنعملها النهاردة مع بعض بصوص البيستو. طعمه خطير، توابل مظبوطة بالملي، خطواته سهلة وبسيطة. وأنا داليا، لو أول مرة تشوفيني اشتركي في قناتي على اليوتيوب، لايك وشير لو عجبك الفيديو. واللي ما جربش المكرونة بصوص البيستو قبل كده، بعد الفيديو ده هيقوم على طول ويجربها. ويلا مع بعض نبدأ نجهزها. حلة على نار عالية فيها مية بتغلي، هنزل عليها بمعلقة صغيرة من الملح، معلقة كبيرة من زيت طعام، كيس مكرونة من النوع اللي انتي بتستخدميه، وهنزل بكيس المكرونة في المية المغلية واديها تقلبتين مش أكتر. والمكرونة بتتسلق في طاسة غير لاصقة. هنزل بربع كوباية من الفول السوداني وحمصه بدون إضافة أي مادة دهنية، يعني هحطه في الطاسة على طول وأقلبه تقليبتين ما بين 3 ل5 دقايق بالظبط، مش أكتر من كده. مجرد إن هو يتحمص عشان لما أجي أطحنه يتطحن معايا بسهولة. بسلق المكرونة 3/4 سوا بس عشان تكمل سواها مع صوص البيستو. يعني لو مكتوب على الكيس إن هي تتسلق 8 دقايق، لا بسيبها على النار 5 دقايق بس، الباقي عشان اقلبها في صوص البيستو وتشرب من النكهه بتاعته. طفيت على المكرونه، باخد كوبايتين كبار من ميه سلق المكرونه واشيلهم على جنب، وصفي المكرونه من ميه السلق وانزل عليها بميه جاريه عشان اوقف عمليه التسويه. وفي نفس الحله اللي سلقت فيها المكرونه بنزل بكوبايه من كريمه الطهي اللي عملناها مع بعض قبل كده في القناه، وعليها كوباية من مية سلق المكرونة. ولتجهيز صوص البيستو محتاجة كوبايتين من الريحان مغسول ومتصفي من ميته، وهنزل بالريحان في الكبة واضيف له 4 فصوص توم كبيرة. لو التوم عندك الفصوص صغيرة هتضيفي لحد 6 فصوص توم صغيرين، وعليهم ربع كوباية فول سوداني اللي حمصناه مع بعض من شوية، ربع كوباية جبنة رومي قديمة، نص معلقة صغيرة ملح، ونص معلقة صغيرة فلفل اسود، وهضيف لهم ربع كوباية زيت زيتون. لو مش متوفر عندك زيت زيتون هضيفي اي نوع زيت طعام يكون ملوش ريحة. هضرب كل الكلام ده مع بعض في الكبة، وهكون حاطة جنبي كوباية مية سلق المكرونة واخفف منها الخليط عشان يطحن كويس جدا، والحلة اللي فيها كوباية كريمة الطهي وكوباية مية سلق المكرونة. هرفعها على نار متوسطة لحد ما تغلي. هنزل فيها بخليط صوص البيستو اللي جهزته وهقلبه كويس جدا عشان افك اي كتل او كلاكيع موجودة في الخليط. ولما يبقى خليط متجانس هسيبه يغلي مع نفسه غلوتين، وانزل عليه بكيس المكرونة اللي سلقته واقلبهم مع بعض، وادي فرصة ان المكرونة تكمل سواها جوه الصوص عشان تشرب من كل النكهات اللي موجودة فيه. وبكده يكون طبقنا جاهز. طعم جديد مميز للمكرونة، والصوص جوسي جدا وطعمه غني قوي وخطير. جربيه هيعجبك ويعجب ولادك، وبألف هنا وشفا.